انت عارف يا فندم لو حضرتك بتظبط المنبه يرن تنام، يظبط المنبه يرن تنام، ويقوم انت مش عايز تقوم ليه؟ عشان حاجه واحده بس، عشان في مشاكل، عشان في حوارات، عشان في قصص، عشان في شغل. لا، عشان حاجه واحده بس، انت ما خططتش ليومك قبل ما تنام. بس كده. انت لو مخطط ليومك قبل ما تنام يعني هتقوم تحط رجلك في انهي شبشب، هتمسك انهي فرشه سنان، هتستخدم انهي معجون، هتسرح بانهي مشط، هتحط انهي برفان، هتلبس انهي هدوم، وكل ده جاهز، مفيش عطله. ليه؟ انت حابب اليوم، انت حابب تقبل عليه، فانت مخطط ومجهز لكل حاجه. وخد بالك ان الحاجات الصغيره دي بتضيع اليوم. كون ان انت تلبس كرافته ما تعجبكش فتقلعها فتلبس واحده غيرها فمش ظابطه مع، خلاص اليوم كده لعبك منك، خلاص تخلي يومك سالك. فالحاجات اللي انت كنترول تقدر تتحكم فيها حطها قدام عينيك. لو اخدت دقيقتين بتدور على فرشه السنان انت كده مهمل، مفيش نظام. نظم على قد ما تقدر حياتك عشان تبقى في جميع الاحوال انت مستعد لاقتناص الفرص، مستعد للاضافات، مستعد لاستغلال الوقت. الحاجات الصغيره الدي تو دي تاسكس بتاعتك خلصها في البدري يا اخي، وسيب يومك حتى لو هتقعد ما تعملش حاجه. بس متخيل ان الواحد قاعد ما وريش حاجه، انا خلصت اللي مطلوب مني، فانت قاعد حتى وانت بتستمتع بوقتك، انت بتستمتع بوقتك بارادتك، مش اللي هو مجبر عشان تهرب من الحاجات اللي عليك فانت مش قادر تبص فيها، قاعد انتخ وقت بيضيع والدنيا بتضيع. ما تقوم يا اخي لم الدنيا، امسك ورقه وقلم واكتب، هتلاقي عليك حاجات ياما والله. من 10 سنين كان عندك طموحات نسيتها انت، اكتبها تاني يا فندم. احنا عاوزين نوصل فين يا فندم؟ الله يرضيك يا شيخ.